الديربي المصنف واحد من اقوى 10 ديربيات في العالم، الديربي الاقوى في افريقيا والشرق الاوسط، الاهلي والزمالك. حد متحمس؟ مش فاكر امتى اخر مرة دخلنا على ديربي كنت متحمس. 2011 باين. خلينا متفقين ان معظمنا ما عندوش شغف للعبة. ممكن بقى يكون الاسباب كتير، المعيشة اللي حوالينا، الاداء الفني اللي بنشوفه في ارض الملعب، ما اعرفش. او هل انا الوحيد اللي مش متحمس ولا في ناس تانية مش متحمسة؟ انا عشان اجاوب السؤال ده كان لازم انزل اسأل الناس في الشارع، بس انا كلفت مصطفى سعد هو اللي ينزل ويسأل الناس هل عندكم شغف لماتش الاهلي والزمالك النهارده ولا لا. فانا عايز اشوف الناس قالت ايه. انت الماتش بكره، انا يعني عايز اسالك نسبه حماسك للماتش قد ايه؟ المكسب حماسك انت مستني الماتش 100%. 100%. لو ينفع 200 يبقى 200. بحب اتفرج على ماتشات الاهلي والزمالك، بتبقى ماتشة جميله، واتمنى بكره الماتش يبقاش فيه تعصب ولا فيه خناق زي ما بنشوف، والماتش يمشي كويس ويمشي السيره في الكوره فقط لا غير. طب الماتش بكره ان شاء الله الاهلي والزمالك، نسبه حماسك للماتش قد ايه؟ مستنيه ما يقلش عن نسبه حماس للموتوشه اللي قبل كده، بس نسبه حماس الجماهير ذات نفسها متأثرة بعوامل ممنوع دخول الجماهير. الفار لما طبق في مصر طبق بشكل لحد دلوقتي طبق بشكل سلبي، بس لجنه التحكيم الاجنبي اللي جه برضو لسه في سلبيات واكتر من السنه اللي فاتت. هو بس عشان خاطر قله وجود الجماهير هي الموتوشه برضو من الدقيقه الاول يعني. ايوه، منع الجماهير. يعني ايه دوري من 2011 مفهوش جماهير؟ يا فرحتي لسه بدأنا ندخل 5000 ولا 3000. العالم جاله كورونا وخرج منها والجمهور ساب الملعب ورجع الملعب تاني واحنا لسه زي ما احنا. بس الجمهور ده واحد من مشاكل كتير قوي موجودة في الكرة المصرية ومخلية عندنا الحماس صفر. عايز اعرف دلوقتي درجة حماسك للماتش كام في المية؟ كام في المية؟ 80%. ال20 راحوا فين؟ ال20 عشان بس التزامات وكده يعني. مشاغل الحياة والشغل وانت هتتفرج هنا. درجة حماسك للماتش كام في المية؟ 100%. 100%؟ ده انت اهلاوي بقى يعني. الحمد لله. انت شايف الماتشة زمان كان ليها حماس زي دلوقتي وليها شغف ان انت تقعد تستنى ماتش الاهلي والزمالك، ولا كان زمان حاجة ودلوقتي حاجة؟ طبعا زمان كان ابو تريكة ده كان علم من علم الاهلي، طبعا ده اللي كان هو فرقة ابو تريكة طبعا لوحديه، فرقة لوحدها اسمها فرقة الاهلي، حاجة كانت كورة يعني. الجيل الذهبي طبعا ابو تريكة ومتعب وحسام غالي وبركات، ده جيل ذهبي طبعا. انت شايف ان الوقت ده او الجيل ده كان الموتوشة بيبقى لها طعم عن دلوقتي؟ طبعا في فرق عن دلوقتي في اللعيبه واللعيبه بتاع زمان، ودلوقتي اللعيبه كويسه برضه كان زمان كانت حاجه حلوه. عمر، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. هتشوف ماتش بكره؟ ممكن. انت لا انا اهلاوي قوي بس الشغل اهم. الشغل وغير كده الموضوعه ما بقتش يعني فيها نفس الحماسه او الحلاوه بتاعت زمان يعني انت درجة حماسك للموتوشة دلوقتي تختلف عن زمان؟ طبعا. طب ايه السبب؟ الجماهير طبعا 100%. انت دلوقتي من كتر ما فيش جماهير اول ماتش شغال ورانا انت سامع اصلا الناس وهي بتتكلم على الخط بيقولوا الكوره طلعت وما طلعتش. وغير كده كمان انت عندك الكواليتي بتاع اللعيبه، جوده اللعيبه قلت عن زمان. افتكر مثلا ماتش نهائي كاس السوبر 2007 4-3 الماتش ده فاهم، ماتش كوره انت لغايه النهارده الماتش ده شغال بيتعاد اقعد اتفرج عليه. الشيخ حسني نزل جاب جولين حسام حسني الله يمسيه بالخير. فهي لا في فرق طبعا عن زمان جامد جدا. ابو تريكة وعماد متعب وحسام غالي طبعا. انت عماد متعب لو نزل دلوقتي بالبدله بتاعته كده ساب الاستوديو التحليلي ونزل يلعب، دي حقيقة والله العظيم هيجيب الجول عن دي حقيقة اقسم بالله. دي حقيقة. لا في فرق طبعا. المستوى الفني لا شك في ان الكرة المصرية بتشهد اسوأ عصور مستواها الفني على الاقل الفترة اللي انا شفتها. لما تبص للاهلي والزمالك ما تلاقيش اللعيب اللي ممكن تحس ان هو ايوه ده اللعيب اللي ممكن يساعدني قوي ان اكسب بطولة مع منتخب مصر. يمكن الاستثناء احمد سيد زيزو، الباقي لعيبة 5-6 من 10. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي طبعا. هتتابع طبعا الماتش بتاع بكره؟ اكيد. طب انت نسبة حماسك ان انت تتابع الماتش قد ايه؟ 100% والله. 100%. طبعا. يعني لو عندك مشوار هتأجله؟ هتلغيه. نسبة حماسك
لان انت تستنى المطوشه بتاعت زمان زي نسبه حماسك دلوقتي، ولا الموضوع اختلف مع الاجيال اللي طلعت؟ محلي ولا اوروبي؟ اهلي وزمالك، ماتش الاهلي والزمالك تحديدا. لا نفس النسبه. نفس النسبه حتى لو مين بيلعب. انت بتشجع الناس. اهو في ناس رغم الجودة السيئة اللي بتقدمها كرة القدم متحمسة ومستنية الماتش 100%، رغم ان احنا بنقدم بي. بالك لو انت طورت من تصويرك وملاعبك ودخلت الجماهير، حسنت قطاع الناشئين في كل الاندية، شلت المجاملات. الواحد كان بيحزن وهو بيتفرج على دول كانت اقل منه في الكورة بكتير ودلوقتي بقت سابقاه. لا عشان خاطر اهلي ولا زمالك، احنا عاوزين اهم حاجة منتخب مصر ان شاء الله الدورة الجاية يخش على كاس العالم. ايوه منتخب مصر اهم حاجه بتهمني انا شخصيا في الكره المصريه بعد ما فقدت الشغف. اسمك انت، اسم بلدك وهي بتشارك في اي بطوله دوليه. جوده الدوري بتاعك هي اللي بتظبط جوده المنتخب. ولو كان مصطفى نص الناس اللي سالها قالت ان هي متحمسه والنص التاني مش متحمسه، فيدوب تلحق النص ده. الحياه صعبه، ظروف المعيشه صعبه، واحنا بلد بتحب الكوره، فما تقتلوش حماس الناس زي ما انا اتقتل حماسي ومستنيه يرجع. رجعوا لنا كورتنا. واتمنى تستمتعوا بماتش الاهلي والزمالك من غير تعصب ولا حرق الدم، علشان البيبي مش مستاهل. شكرا.